السلام عليكم. انا رجعت لكم ثاني بفيديو جديد. ما غبرتش عليكم هذه المره بحال المرات اللي فاتوا، حيت شجعتوني في الفيديو اللي فات، واللي باقي ما شاف الفيديو اللي فات رجع ليه. هضرت لكم وجاوبت على الاسئله بزاف اللي كتوصلني في تيك توك وفي انستغرام، وهذه احسن وقيته اللي تقدر انت دير لي ابوني في انستغرام ولا في تيك توك باش تشوف الجديد وتخلي لي الاسئله ديالك، وعلاش لا دير معايا شي لايف في تيك توك ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مختلف على جميع الفيديوهات. فيديو صراحه اللي ما كاينش في اليوتيوب، ما غاديش تلقاه في اليوتيوب، حتى شي واحد ما كيهضر على المعيشه في استراليا، حتى شي واحد ما كيشرح كيفاش دايرين الناس هنا في استراليا، العيشه اليوميه في استراليا. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، تحيه لجنود الخفاء، تحيه للدراري كاملين اللي كيصيفطوا لي ميساجات في انستغرام وتيقولوا لي مابقاش تغبر، حيت صراحه الفيديو اللي لحت اللي فات ما لحتش قبل منه تقريبا شي شهر. هادشي علاش قررت انا ندير 2 فيديوهات في السيمانه ان شاء الله. خلوا لي شي كومونتير وديروا ابوني لكشي باقي ما ابونيش. غنبداو هاد الفيديو ان شاء الله بالشرح على المعيشه في استراليا، كيفاش داير الخدمه هنايا، كيفاش دايرين الناس وكيفاش كيتعاملوا مع الناس اللي جايين من خارج استراليا، وكيفاش دير تلقى البلاصه ديالك وتلقى الخدمه ديالك وتلقى صحاب اللي يعاونوك فاش اول مره تجي لاستراليا. وكذلك غنهضر لكم على التجربه ديالي في استراليا. وجدوا راسكم وديروا شي قهوه ولا شي بوب كورن، شي راسك كتفرج في نيتفليكس. اول حاجه صراحه انا الدراري، استراليا واحد الدوله اللي مزيانه، يعني فيها الخدمه بزاف، باقي النيه باقيين هنايا بحال قلتي لوروب ديال الثمانينات السبعينات. يعني الا جيتي هنايا عطا الله ما دير، تخدم فلاح، تخدم نجار، تخدم حداد، تخدم في قهوه، وتخدم في اي خدمه كيف ما كانت. واللي مزيانه هنايا هي كاع الخدامي بحال تقدر تمشي تخدم في السباغه غتلقى البنت هي خدامه معاك عادي، تقدر تمشي تخدم كتجمع الزبل غتلقى البنات هما خدامين معاك عادي. يعني الخدمه في استراليا ماشي بحال حنايا عندنا كتقول هذا لا راه غير سباغ، هذا لا راه غير حداد، هذا استاذ، هذا مهندس. في استراليا العكس، كيعطيو الاسبقيه للنجاره، كيعطيو اسبقيه للحداده، كيعطيو اسبقيه للناس اللي عندهم في يديهم، يعني الناس اللي عندهم صنعه في يديهم. يعني استاذ عندهم عادي، كلشي استاذ، كلشي محامي، كلشي قاضي. ولكن ملي كتكون نجار، حداد، سباغ، شي حاجه اللي اليد العامله، كتكون صراحه مطلوبه بزاف وكتكون واحد الاحترام كبير بزاف. هادشي علاش مازال استراليا هنايا باغي الناس يجيو باش انهم يتعلموا هاد الحرافي هادو ويخدموا الدوله ديال استراليا. بحال لي اوف بي بي عندنا حنايا في المغرب، كاينه هنا واحد المدرسه سميتها تيف. قررت ان الحكومه هاد المدارس كاملين يوليو فابور، يعني انت يا استرالي بلا ما تمشي لافاك، بلا ما تبقى تضيع في الوقت ديالك وتقرا شي حاجه اخرى اللي من بعد غتلقى فيها الزحام وتلقى فيها بزاف ديال الناس دايرين بحال داروا لهم هاد المدارس ديال تيف فابور. ومن فوق هادشي كيعطيوهم 10000 دولار استراليا كاش باش انهم يجيروا هذاك العامين ولا 3 سنين ولا عام ونص ديال القرايه ديالهم، ولكن بشرط انهم يقراو الصنعه كيف ما قلت لكم. الكاربنتري يعني نجار، حداد، سباغ، الكتريسيتي، يعني اي حاجه متعلقه بالصنعه اللي غتستافد منها الدوله ديال استراليا وغيستافد منها كذلك حتى داك الشخص. هادشي علاش كتلقى هنايا نسبه كبيره ديال الشباب اللي طالعين حاليا كاملين ولاو كيمشيو كيديروا الصنعه. غيجي في بالك واحد السؤال وغتقول علاش هذا قال لنا استراليا باقه ديال الاوروب ديال التسعينات وديال الثمانينات؟ الا عقلتو حنا جدودنا ولا اباء ديالنا ولا الناس اللي قبل منا كانوا دائما كيحلموا يمشيو لاوروب، يعني من المغرب لفرنسا للطاليان الانجليز مثلا. علاش؟ باش انهم يمشيو ويخدموا تما حيت كانت الخدمه مطلوبه بزاف. ولكن حاليا الاوروب ما بقى فيه ما يدار، بزاف ديال الناس من الاوروب ولاو كيجيو لاستراليا ولا كيمشيو لامريكان ولا كندا. هادشي علاش انا قلت لكم استراليا باقه الاوروب ديال التسعينات والثمانينات. ملي كتحط رجليك اول مره هنايا ولا كانت عندك الكفاءه وكانت عندك اللغه اللي غنطرق لها في الفيديو كذلك، غادي تستافد بزاف ديال الحوايج. غتستافد من الخدمه، غتستافد من المعرفه ديال الناس، وغتستافد من التجارب اللي غادي تاخذهم من هنايا في استراليا. السؤال اللي كيجيني ديما، شنو هي اسهل طريقه نجيبها لاستراليا؟ انا صراحه ملي كنقرا هذا السؤال هذا ما كنجاوبش، يعني ما كايناش شي حاجه سميتها اسهل طريقه نجيبها لاستراليا. كاينه واحد الحاجه اللي سميتها انا شنو غادي نمشي ندير في استراليا. انا واش عندي اللغه الانجليزيه اللي غنمشي لاستراليا وغادي نقدر نهضر معاهم بها. يعني ما تفكرش فقط انك تهاجر لواحد الدوله اللي انت ما كتعرف عليها حتى شي حاجه، ما عندكش لا دبلومات لا حتى شي حاجه، ما كتهضرش بالونجلي نهائيا. على الاقل تكون كتهضر بالونجلي واحد شويه باش انك حتى جيتي هنايا تعرف كيفاش تتعامل مع الناس، تعرف كيفاش تهضر معاهم، وتعرف كيفاش تواصل مع الناس اذا لقيتي الخدمه هناك اول مره. يعني كيف ما وقع لي انا صراحه، انا جيت هنا اول مره نعرف غير hello how are you can you help me how can I help you what can I do for you، يعني غير البيسيك ديال الانجليش. خرجوا علينا قرانا الفرنسي ولكن ماشي مشكل. جينا هنايا تعلمنا الحمد لله اللغه، خدمنا في بزاف ديال الخدمات اللي علمونا التجارب اللي غنبارطاجيها معكم ان شاء الله بالوحده فقط نتسنى السيبور ديالكم. يعني خويا ولا اختي ما تبقاش فقط انك تفكر
كيفاش نمشي للدوله اكس اسهل طريقه. فكر شنو هي اسهل طريقه نتعلم بها اللغه الانجليزيه، شنو هي اسهل طريقه نتعلم بها واحد الحرفه اللي غنستافد منها واحد النهار الا مشيت لاستراليا ولا امريكا ولا كندا. كذلك لوروب تقدر تمشي انك مازال تلقى الحظوظ ديالك تمايا. يعني دائما التفكير ديالك يكون عليك انت، عمر راسك انت، تثقف راسك، خدم في بزاف ديال الخدامي، دير بزاف ديال التجارب حاليا. وباش نكون معكم صريح، كيف ما كتعرفوني انا دائما عندي ديريكت، ما كنبغيش نكذب ولا نخبي شي حاجه. كندوي مع الناس ما بين السن 18 عام حتى ل 35 سنه. يعني هاد الناس اللي باقين مطلوبين في امريكا، في استراليا، في كندا، يعني باقين عندهم ما يعطيو، باقين يقدروا يخدموا، باقين يضربوا الطويل كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا. سمحوا لي الناس ديال الربعينات وديال الخمسة خاصكم تكونوا على الاقل دايرين شي حاجه دابا. كيف ما قلت لكم، انت ملي غتثقف راسك مزيان غتشوف راسك عندك واحد الانجليش مزيانه، غتشوف راسك عندك واحد اكسبيرينس مزيانه، عندك واحد الدبلومات اللي تقدر انك تستافد منهم. غتشوف اول مدرسه كاينه في استراليا، كندا ولا امريكا، غتدفع لهم فقط الطلب ديالك، ومن يجاوبوك ديك الساعه خاصك ضروري تقلب على شي اجون اللي غادي يعاونك باش انك دير الاوراق ديالك، ولا تدفع الستودنت فيزا باش تمشي لهاد الدول هاد. ما تقدرش تدفع راسك، لابد تلقى شي واحد اللي ثقه اللي غادي يعاونك. وبلا ما يسولني حتى شي واحد، انا ما كنعرف حتى شي واحد وما نقدر انني نفيدك بحتى شي اجون، حيت ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء. تقدر تعاون شي واحد ويطرا شي مشكل ونوليو ما مزيانينش. انا نعطيك المعلومه وانت بحث عليها. بزاف ديال لي زاجون كاينين، كيبقى فقط انك الثقه ديالك. انا النصيحه اللي غادي نقول لك، ما تحطش فلوسك في اي بلاصه، عرف مع من كتعامل وعاد باش تخلص الفلوس اللي قدروا انهم يوصلوك للهدف ديالك. نرجعوا الحديث على استراليا. صراحه اول مره كتجي هنايا الناس كيرحبوا بك، واخا تكون عندك لونجلي غير شويه، كتهضر معاهم تيعاونوك وتيرحبوا بك وتيشجعوك وتيقولوا لك على ان الانجليزيه ديالك راه مزيانه، حيت هما ديجا عارفين ان اللغه الانجليزيه هي اللغه ديالك الثالثه ولا الرابعه. عارفين ان حنا في المغرب عندنا العربيه والفرنسيه، عاد باش الانجليزيه. رغم كذلك كاينين بزاف ديال الناس عندهم العربيه، الفرنسيه، الاسبانيه والانجليزيه، والحمد لله 2026 بزاف ديال الناس دابا ولاو كيهضروا الانجليزيه احسن مني انا، حيت انا صراحه في المغرب كندوي فقط بالعربيه والفرنسيه. الانجليزيه غير الا كنت كنهضر مع شي صحابي على برا ولا شي حاجه، يعني ماشي شي حاجه، يعني حاجه ايجابيه. كاينه هنايا في استراليا ما تخافش من الناس ولا من الاستراليين، ولا تقول انهم غادي يحشموني ولا ما غاديش يفهموني، بل انهم كيتفهموا اي واحد واخا تكون كدوي معاهم غير بالاشارات. وكذلك لقيتي خدمه هنايا وخدمتي، حتى الناس اللي كتمشي تتعامل معاهم كيحترموك، كيحترموا الديانه ديالك، وكيعطيوك جميع اللوازم اللي تقدر انك تبغيهم في الخدمه ديالك. كيف ما انا الحمد لله كاع الخدام اللي خدمت فيهم هنا في استراليا كيحترموني، كيحترموا الديانه ديالي. وكذلك الحاجه المزيانه هما كيعطيوني دائما واحد الشومبر اللي نمشي انني نصلي فيها. يعني كنت خدام مؤذن الظهر، يعني عندي واحد 5 دقائق نمشي انني نصلي فيها. هذه حاجه اللي زوينه بزاف. صراحه كنت خدام في المغرب في شي خدامي وعمرني مشيت صليت في الوقت بحال هنا في استراليا. الا كانت وقت الصلاه كيخليوك تمشي تصلي وما كيتحاسبوش معاك على ديك 5 دقائق ولا 3 دقائق ديال الصلاه ديالك. ومن الفوق كيعطيوك مكان مناسب اللي تصلي فيه وتحترم راسك في ذاك المكان هذا. يعني هذه واحده من الايجابيات اللي كاينه في استراليا. وكيف ما كنعرفوا كاملين، الحاجه المزيانه ملي كتهاجر للبلاد ديالك لشي دوله اخرى هي انك كتعول على راسك، كتولي كابابل. وهنايا عندك جوج ديال الطرقان، يا اما الطريق ديال الخدمه وتجمع فلوسك، يا اما الطريق ديال الخدمه وتخسر فلوسك داك الشيء اللي راه على بالي وبالك، يعني السهرات والليالي والبنات. حيت هنايا راه ما كاينش اللي حبسك وما كاينش اللي غادي يقول لك لا ما ديرش هذه ولا لا ما ديرش هذه. كيبقى النفس ديالك والراس ديالك، وخصوصا هنايا في استراليا اللي بعيده كل البعد على جميع الدول ولا جميع الصحاب ديالك ولا العائله ديالك. يعني فقط كيف ما كنقولوا خاصك توقف تخدم الخدمه ديالك، تصلي صلاتك وتعمر وقتك بالرياضه. يعني هذا ميساج ديالي لاي واحد في الغربه. شوف، دخل عندي الانستغرام ولا تيك توك، غادي نشجعك دير الرياضه وطيب الماكله في الدار وتخدم الخدمه ديالك. ما كاينش الضحك، موتيفاسيون راه هي كلشي. راك عارف ملي كتشوف شي واحد يمشي لاصال كيتريني كيطيب في الدار، ضروري كتجيك هذيك الموتيفاسيون. وشوف، بعد من دوك اللي كيقول لك اجي نمشيو هنايا نسهروا، اجي نمشيو غير هنايا نديروا هادي، اجي غير نمشيو نديروا هنايا، كتبدا بشويه ومن بعد كتولي بزاف. وخلينا نكمل لكم النصيحه اللي بديت لكم في الاول. ثقف راسك وعمر راسك مزيان، حيت واحد النهار غادي يسهل عليك الله وغتمشي للغربه، ما غاديش تلقى باش تفيد راسك. كيما بزاف ديال الناس جاو استراليا ما كيهضروش بالونجلي. شنو غيديروا؟ فات الفوت، مشى الحال. هو كاين في استراليا ما كيهضرش بالونجلي، يعني الفرصه ديالو ماشي 100%، الفرصه ديالو 30%. تخيل معايا نتايا كتهضر بالونجلي بواحد 50%، جاتك الفرصه مشيتي لشي دوله تحطيتي تمايا، على الاقل غتلقى خدمه وغتخدم مزيان وغتطور من راسك. ديك الخدمه هذه كتعلم لونجلي، غدير الصحاب،
من ديك الخدمه غترقى وتولي في خدمه اخرى وغادي تبقى طالع درجه بدرجه. هذه احسن حاجه. يعني هذا الشيء علاش كنقول لكم ما تبقاش تفكر دائما اسهل طريقه تمشي بها لشي دوله، يعني فكر في اسهل طرق اللي تعمر بهم راسك. وبالنسبه للناس اللي ديجا معمرين راسهم وعندهم لونجلي والدبلومات والحمد لله خدامين، المعيشه في استراليا انا كنقول لك قسما بالله على 100% بحالها بحال المغرب. بالنسبه للاثمنه عارف هنايا كاين الدولار طالع ولا حولتيه للدرهم كيعطيك بزاف، ولكن ملي كنجي نقارن ان انت تخلصي في المغرب وانا تخلص في استراليا، الا مشينا للسوق وبغينا نتقداو غنتقداو بحال بحال وغنخسروا بحال بحال، وداك الشيء اللي كليتي غادي ناكلو انايا. غتقول لي لا استراليا كيخلصوا مزيان، كيقطعوا الطاكس بزاف، كاين الضريبه في كلشي. كتمشي للريستورون تاكل كتخلص على واحد البورسونتاج، كتمشي تتقدى كتخلص واحد البورسونتاج، الضو الماء كيجي غالي، لاسيرونس ديال الطوموبيل كتجي غاليه، المازوت كان طالع، ليسانس كان طالع. هادشي ما كنقولش لك باش انني تقول هذا كيبكي علينا او في استراليا، لا 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 لا، الحمد لله عايش بخير، الحمد لله الحمد لله، وكنتمنى كلشي يكون عايش بخير. انا فقط كنشرح لك المعيشه كيفاش دايره هنا. الحاجه الوحيده اللي بزاف ديال المغاربه كيمشيو على قبلها لوروب ولا امريكا ولا استراليا ولا كندا، هي كتحس براسك هيومن، كتحس براسك انسان، كتحس براسك كتعيش. بغيتي تمشي للبارك كتمشي للبارك طابور، كلشي محلول، كاينين البارات، كاينين الشبكات، كاين الضوء، كاين الطواليطات. الخدامين الاغلبيه كيساليو مع 5:30 6 العشيه، كتخلص في الوقت ديالك. هنا كتخلص الكنزه ولا كتخلص السيمانه ماشي للشهر. هنايا ما كايناش الحقره، هنايا ما كايناش الشفره، هنايا الحمد لله كتنفس الهواء نقي. ندوي على استراليا الحمد لله المغرب غادي في تقدم، غير هو دائما المغرب ما كتحسش براسك، كتحس براسك ديما مزير. هادشي علاش بزاف ديال الناس كيمشيو للخارج يحسوا براسهم الحمد لله كتعيش مزيان. واحد الحاجه اخرى تفكرتها بالنسبه للحوايج وبالنسبه للسبرديلات وبالنسبه للنايك، ولا كيبان لك في الاوروب لابس النايك لابس هادي، تشوفوني انا لابس انا هادي اوريجينال LH11 ديروا لها ريسيرش، راه استراليان براند، تقولوا هذا راه لاباس عليه. لا 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 لا، شوف بعض المرات كيجي واحد الكليرنس ولا واحد التخفيضات كيولي كلشي بطاطا، كيولي الثمن ديال السبرديله بجوج، خذ وحده دي معاك الاخرى، شري ثلاثه بثمن ديال وحده. يعني هادشي باش مزيان المعيشه في اوروب ولا المعيشه بحال الدول ديال استراليا ولا امريكا. كنتمنى اي واحد ان شاء الله ربي يسهل عليه، وان شاء الله غادي نبقى دائما ننبهكم باش انكم تعمروا راسكم، باش انكم ما تبقاوش فقط تقلبوا على الساهله، حيت واحد النهار راه غيسهل عليك الله وخاصك تستافد من الفرصه، ما تخليهاش تضيع ما بين يديك. يعني الا مازال نتايا ما بين 18 عام 35 عام ثقف راسك وتعلم لونجلي. انا تنقولها لك وتنعاودها لك، راه يقدر يجي واحد النهار في المغرب غتحتاج لونجلي باش تخدم ماشي العربيه. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون وصل لكم شويه من داكشي اللي بغيت نقول لكم من القلب اخوتي، وكناس كتسولوني وكديروا فيا الثقه. انا ما غاديش نكذب عليك وما غاديش نعاق عليك انا كندير هادي ولا كندير هادي، انا فقط كنشارك معاك الحياه في استراليا، ونشجعك انك تثقف راسك وتعمر راسك. مره اخرى كان معكم سعد من ديار استراليا، تهلاو في راسكم.